عبدي ويا ام سجاد، انت راح تلبس الهيدفون. 3 اسئله عن حياتكم. اريد تقرين افكار ايش راح يجاوب، لازم جوابكم يكون مطابق. السؤال الاول اللي راح اساله لابو سجاد، منو الاغلب حياته حسب التسلسل؟ ابوه، امه، زوجته، اولاده، اصدقائه؟ قرب المايك. يمكن ابوه. ابوه. نعم. بعدين؟ وامه. بعدين؟ زوجته. زوجته. اولاده. اولاده. اخر شيء اصدقائه. اخر شيء اصدقائه. اي. حلو، عاشت ايدك. السؤال الثاني واللي يقول يا ام سجاد، اوكي. هل هو راضي عن كل تصرفاتك وسلوكياتك وياه؟ اي اكيد. كل تصرفاتك اي وسلوكياتك؟ مرات اصير عصبيه عادي وبعدين بس هو راضي عادي. بصراحة. اي بسرعه. راضي كل الرضا. طبعا. حلو. السؤال الثالث واللي يقول، نعم. اذا انعزم بعرس اصدقائه اي. يعجبه ياخذك وياه؟ اي اكيد. اكيد. دائما. دائما ياخذك وياه. اي دائما. واثقه كل الثقه انه ياخذك وياه. اي. حلو. هسه ننتقل ونشوف يا ترى اجوبته نفس اجوبتك. اوكي. من بعد ما اساله سؤال واحد هو خارج الموضوع، راح نلبسك انت الهيدفون حتى اوضح له فكره المسابقه. ابو سجاد ارفع الهيدفون. حلو. البسي انت الهيدفون. عاشت ايدك. بما انه ما تسمعنا ابو سجاد، هينا على الكاميرا. ابو سجاد، احنا فقرتنا اسمها فقره صبر المراه. نريد نعرف ايش قد مقدار او نسبه صبر المراه العراقيه. الاسئله سالتها هي، لكن الاجوبه اللي اريدها من عندك هي هاي. هي مخالفه ومغايره. تقدر؟ هي صعبه. صعبة ايه. بس صعبة ايه. بس اللي اريدها من عندك اوكي. تعطيني الاجوبه. ايه. هذا السؤال الاول والثاني. متفقين؟ اعطيك هذه الاجوبة. هاي الاجوبه. راضي؟ اوكي؟ اوكي. شباب اعطوني المايك الثاني. ارفع الهيدفون. وضحت لي الفكره يا ابو سجاد. عاشت بيدك. وضحت لي الفكره محمد. ام سجاد، سالتها انا 3 اسئله. نعم. بس راح اسالك نفس الاسئله، اريد الاجوبه تكون نفس او مطابقه. السؤال الاول الك، منو الاغلب حياتك حسب التسلسل؟ ابوك، امك، اخوانك، خواتك، اولادك، زوجتك، واصدقائك؟ اكيد الوالد الله يحفظه. الوالد الله يحفظه. والوالدة. والوالده. إيه. بعدين واصدقائي. اصدقائك قبل اولادك حتى؟ لا اولادي. اولادك. اصدقائي. وبالاخير يعني اصدقائك اهم من جهالك ومرتك. لا هو دقيقه بس معين، هو قال اولادي. اولادي. لا اول شيء قال اصدقائك. لا قال اولادي بعدين اولادي وبعدين اصدقائي وبعدين زوجتي. ها يعني قصدك صديقك قبل زوجتك واصدقائك؟ مو يعني الصديق تقدر مرات يعني تثق به ثقة عمياء. اها. مرات المرأة شوية تتخوف منها. يعني ممكن انه تحفظ سرك يا صديق. اكيد 100%. من حقه يعني هو براحته يعني. هاي موضوع عادي. مسألة حرية. اي عادي. اوكي. السؤال الثاني، طبعا هي توقعت انه هي قبل اصدقائها. نعم. حلو. نعم. اصدقائها شو؟ إيه لأنه أنا توقعت انه معزتها قبل اصدقائها. قبل اصدقاء، بس مو مرات يعني الصديق حلو. تقدر تنطيه ما سر. شاء الله عليك انت صريح كلش. يعني أكيد. ما يهمك يعني احنا اتفقنا بانه تكون صريح امام الكاميرا وامام قناه رسول الفضائيه. حتى قدامي امامي. حتى قدامي امامي. قدام. لا ما فيها شيء. السؤال الثاني، راضي عن كل تصرفاته وسلوكياته وياك؟ كل تصرفاته وسلوكياته وياك؟ شو بيك؟ شو صفنت للموضوع؟ لازم يعني مضوجتك بشيء؟ لا يعني مو كل شيء يعني يعني راضي، مو كل شيء صراحه. اي بصراحة اكيد بيناتنا صراحة. مو كل شيء راضي. يعني عن شنو ما راضي؟ عن تصرفاتها؟ بعض تصرفاتها؟ بعض احس تصرفاتها اكو هم بداخلك يعني مهموم. اكو امور طيب. يعني ما تنحكي. ما تنحكي. احنا هم نريد نحكيها. احنا هم شو نريد ما نحكي. تنحكي قدام لا مو التلفزيون؟ قدام، انا قلتها بصراحه يعني هاي الامور حلوها بالبيت. صراحة ما في. لا تحشك بالبيت.
كلامك حلو وخبل واسلوبك مو وطبخ. بالبيت. لا مو احنا بالعكس اصلا حتى اهلي يمدحون باكلي. حلو هاي واحد احنا ما نحكي على مقبلاتي هسه اراويك التليفون الصور مال مقبلاتي ما حد ما يسويها. احنا موضوعنا مو مقبلات واكل بس اي يعني مداريته ما مقصره وياه. لا مو كل شيء نحكي. وشنو يعني تصرفاتي بالله؟ هسه راح نسالكم على هذا الموضوع حتى بس نهدي النفوس. طبعا عادي. اوكي السؤال الثالث والاخير ما بقى شيء ممكن انه تتفاهمون بعدين يا ام سجاد. شو اتفهم؟ الثالث والله اروح لاهلي وابقي. لا ما توصل والله. ما توصل لدرجه. السؤال الثالث والاخير اللي يقول اذا انعزمت بعرس احد اصدقائك يعجبك مو تاخذ زوجتك، انت اكيد تاخذ زوجتك دائما، لكن يعجبك انت بصراحه انه تاخذ زوجتك لو يعجبك تروح وحدك. لا اني عادي اقدر يعني اخذها بس لا انا ما سالتك تاخذ، هي تقول دائما ياخذني بالعرس. نعم انت بصراحه يعجبك تاخذها لو يعجبك تروح وحدك؟ والله افضل وحدي يعني افضل وحدك؟ افضل وحدي. يعني ليش؟ يا يوم يعني انت طالع وحدك. اخذ حريتي اكثر. صحيح اخذ حريتي احنا اكثر. بدنا نحكي بصراحه اسمحي لي يعني بس هو اسراره وهذا انا صديقته وحبيبته وتزوجته قبل كل شيء. مو يعني مرات بالاعراس اقدر اخذ حريتي ما حلو عاشت اتقيد. ايدك بس حتى وانا مقيدتك؟ بس اسمحوا لي مرات تقيديني ما لا انا تخليني مقيدتك يعني؟ انت يعني اذا رحت يعني ما تخليني اطلع منها واجي منها. صح يعني اذا انعزمت بعرس اي ما يعجبك تاخذه وياك؟ لا ما يعجبه يعني من حقه ترى ما يعجبه يعني يطلع وياك ما بيه شيء. شو ما يعجبك هو بكيفه؟ طبعا بكيفي غير انا رجل طبعا بكيفي بعد شنو هو يقول ما يعجبني يعني من حقه احنا بدنا نقول لك بصراحه. على العموم كيفي شنو كيفي هاي الثلاث اسئله. وين ما تروح عني؟ لا وين ما يروح انا اصعد له. كيفي انت يعني اذا تردين هذا بالنسبه لك يعني رايك أيوة، هو دا يقول لا، يعني لا، يعجبك. تعال الشاطئ صيحه تعال مع ده الشاقه والله بس تعال معوده هذا لا والله العظيم ده الشاقه هذا بس اسمع والله العظيم ده الشاقه والله اسمع اتفقنا انا بدنا نسوي بدنا نختبر صبرك بس تعال تفضلي طولي المخجع تريد تاخذين ثارج؟ تفضلي هاتوا اخذي ثارج حلو من حقك اشواق وياك اشواق وياك مبروك هذا مجرد دا الشاقه والله دا الشاقه. ام سجاد اتفقنا انا وابو سجاد نريد نختبر صبرك ما كنت لا صبوره بعد اليوم حسابه بالبيت. صدق؟ والله هسه بالطلعه يعني يا أبو لا هذا مقلب وحبينا الشاقه وياك يعني. المهم هسه عرفت هسه انه اخابر مقلب ابوه. صدق؟ هسه اخابره اسمحوا لي خلينا نكون طباب خير هالمره. لا ابوي يحبني يموت علي. صدق؟ والله ربي يحفظه ويحفظك. الله يسلمك. خابرين ابوه وتشتكين لابوه فيما لو كان كلامه صحيح. هذا الكلام اني لقنته له. طبعا جوابه هو يقول اني هي صديقتي وين مو؟ اكيد وين هي تنعزم وتطلع؟ وين ما اطلع هي وياي اكيد. والسؤال الاول خليني اسالك اياه من الاغلب ما حد ما يقدر يطلع الا انا وياه. ابوك وامك وزوجتك من هو؟ الوالد والوالده والاولاد والزوجه. حلو. السؤال الثاني راضي عن كل تصرفاته وسلوكياته وياك؟ اكيد راضي ومرتاح يعني تصرفاتها اكيد. غير مقلب؟ هنا جائزتين شباب من قناه الرشيد الفضائيه ويا ناس جيبوا لي الاطفائيه مبروك عليكم. هاك ابو سجاد هاك عيني. شكرا جزيلا. هسه وين الجائزه الثانيه؟ فين الجائزه الثانيه؟ لا ما مبروك عليكم. شو علي هذا؟ صدق؟ قال على ابو تعال يمي تعال. الزم هاي الهديه لك. شوفوا مشاهدينا رشته ان شاء الله يا رب حياتكم كلها سعاده وافراح. الله يسلمك.